أهلًا بيك يا سيدي في حلقة جديدة مع اتعلم مع العسّال، وفي الحلقة دي هنشوف 6 معادلات قوية جدًا في الExcel. المعادلات دي لا غنى عنهم وأكيد هتحتاجهم في شغلك، والمعادلات دي إحنا بنسميها أو أنا باسميها utility functions، يعني معادلات مساعدة. معادلات بتساعدك في شغلك بشكل كبير، وبتسهّل لك حاجات كتير أوي، وبتسرّع لك شغلك بشكل قوي جدًا، وفي نفس الوقت بتحوّل حاجات استاتيكية أوي وممكن يبقى فيها خطأ إلى الشكل الديناميكي القوي جدًا. يالّا بينا على طول نخش نشوف المعادلات دي، بس قبل ما نخش فيها حابب أقول لك إن إحنا النهارده بقى عندنا كورس جديد وهو Excel Supply Chain Management، واللي هو إن أنت إزاي تدير سلاسل الإمداد والتوريد على الExcel. فيها داشبوردات قوية جدًا بتساعدك في إدارة المخازن والموردين، وبتساعدك في إدارة حاجات كتير جدًا، وإدارة لوجستية وإدارة الشحن. وبُص يعني كورس قوي جدًا، روح على عسال.com النهارده عشان تتفرج عليه، وعشان تشوف كورسات تانية كتير بقت موجودة عندنا، فبرضه هتلاقي اللينك تحت في الdescription. ويالّا بينا ما نضيّعش وقت على طول ونخش في الموضوع. أول معادلة معانا النهارده يا سيدي وهتكون معادلة يونيك. معادلة يونيك دي بتعمل إيه؟ معادلة لطيفة جدًا. أنا دلوقتي عندي شوية البيانات دي وعايز إن أنا أطلّع كده أعرف إيه آخد عينة من كل واحدة منهم، يعني أطلّعهم بدون التكرارات بتاعتهم، لأي سبب بقى أنا عايزه. فهاجيب معادلة اسمها يونيك، والمعادلة دي هادّيها الarray دي كده، هادّيها البيانات دي هنا، ندوس control shift سهم لتحت، وهنقفل المعادلة وندوس enter فهيجيب لك ليستة من هذه البيانات بمنتهى السهولة. طبعًا هتيجي هنا في المعادلة دي هتلاقي في كده حاجة زيادة كده، حاجة اسمها by column، ودي لو أنت مدّيها بيانات أكتر، اللي هو مدّيها مثلًا مجموعة من الأعمدة، بس ده إحنا مش عاملينه، فأنا يعني هاتجنب الحتّة دي. وعندك في واحدة تانية اللي هي اسمها exactly once. هنا لو أنت عايز تطلّع الحاجات اللي هي الitems اللي هي that appears exactly once، يعني تطلّع الحاجات اللي ظهرت مرّة واحدة، والّا تطلّع عينة من كل حاجة. فلو أنا غيّرت وخليتها إن هي تطلّع لي exactly once، فساعتها هتلاقيها مطلّعة لك الحاجتين دول، لإن الاتنين دول بيقول لك إن هم الحاجات اللي هي ظهرت مرّة واحدة. بس لمّا نيجي نبُص في البيانات هنلاقي إن هي ما ظهروش مرّة واحدة والّا حاجة يعني، هي نَفْسهم يعني. لو عملناها true، طب لمّا أعملها false هيجيب لك كُلّه. فهو هنا من وجهة نظره شايف إن الحاجات دي اللي ظهرت مرّة واحدة فقط هيطلّعها لك، لو أنت عملتها true هيجيب لك الgarment والmid market، مع إن اللي برضه الmid market ظهروا أكتر من مرّة. فما أعرفش هي المعادلة بايظة بقى والّا بتعُك والّا إيه. المفروض إن هي true ما تطلّعش حاجة أصلًا، يعني true ما تطلّعش حاجة، يعني الgovernance دي مكتوبة لو إحنا mid market. طبعًا حد ييجي يقول لي طب هو إزاي لمّا غيّرنا mid market هنا وmid market هنا، واضح إن المعادلة أصلًا فاهم باظت، يعني واضح إن هي كان فيها حاجة ومش شغّالة. لو جينا خلّينا ده بقى false هتشتغل كده، نحط true مش هتطلّع حاجة، إلا لو جينا هنا وحطينا مثلًا هنا Egypt أي حاجة مثلًا، كده تجيب لك Egypt أهي. فساعتها خُد بالك إن المعادلة ممكن تعلّق يعني، فإحنا كده فهمنا إن هي إيه، معلّقة يعني، فكده المعادلة ضبطت أهي. فهمت الفرق بين إن أنت تحط هنا في الآخر true وبين إن أنت تحط false. false هيجيب لك كُلّه، true هيجيب لك الحاجة اللي اتكررت مرّة واحدة بس. المعادلة اللي بعد كده يا سيدي وهي معادلة اسمها معادلة sort by. معادلة sort by دي معادلة قوية جدًا وتعالَ نشوف استخدامها. معادلة sort by بمنتهى البساطة هي بترتّب مصفوفة بناءً على مصفوفة تانية، يعني أنا ممكن أرتّب دول بناءً على دول، يعني مثلًا عندي هنا الشهور مش مترتّبة وعايز أرتّبهم بناءً على ده، وده الشكل الطبيعي ليها. يعني أنا مثلًا هاجي أعمل هنا أقول له sort by كده، وهاقول له هترتّب لي الكلام ده اللي هي البيانات الشهور دي كده بناءً على البيانات دي اللي هي عبارة عن أرقام الشهور نفسها، وهاقول له الترتيب ده يكون ascending يعني من الصغير للكبير، فتلاقي راح مرتب لك كده أهو يناير، فبراير وبتاع، رتبهم لك تحت بعض بالترتيب زي ما أنت شايف. ده الشكل العادي. ممكن بقى نعمل حاجة كمان أقوى وأفضل. ماذا لو إن أنا عايز أجيب الشهور ال12 شهر مثلًا هنا لوحدهم كده عينة من كل واحد عشان أحسب إجمالي المبيعات في كل شهر، هاعمل إيه بقى؟ فممكن أرتبهم بطريقة سريعة جدًا إن أنا أجيب الشهور أرتبها مع بعض في نفس الوقت. هاجيب معادلة sort by، وبدل ما أنا أدّيها الشهور كلّها، هاجيب معادلة يونيك اللي إحنا لسه مستخدمينها، وهادّيها المصفوفة دي كده زي ما أنت شايف. فكده معادلة يونيك هتعمل إيه، هتجيب لي البيانات من غير التكرارات بتاعتها، وبعد كده تدّيها لمعادلة sort by تبقى هي دي الarray اللي إحنا محتاجين نرتّبها. وبعد كده هاقول له هترتّبها لي بناءً برضه على إيه، معادلة يونيك برضه نكتبها وندّيها البيانات دي كده اللي هي الأرقام بتاعة الشهور، ونروح قافلين معادلة يونيك ونقول له هنرتّب الكلام ده ascending اللي هو رقم 1 يعني من الصغير للكبير، ونقفل المعادلة وجاب لك كده يا باشا الشهور. ساعتها بقى لو عايز تعمل بقى معادلة زي sum ifs والّا حاجة، وتقول له هتجمع لي المبيعات دي كده زي ما أنت شايف، وتقول له تجمعها لي بناءً على الشهور، وتدّي له الشهور كده، وبعد كده تقول له الشهر، آدي الشهر الأولاني أهو. ساعتها يا سيدي جاب لك إيه، إجمالي المبيعات لكل شهر بمنتهى السهولة زي ما أنت شايف. طبعًا المفروض كنا نثبّت الranges دي، طبعًا ما تنساش تثبّت الكلام دوّة، وتثبّت الكلام ده قبل ما تشتغل عشان لمّا تسحب الدنيا ما تتحركش معاك لتحت.
فدي كده المعادلة رقم 2. المعادلة التالتة يا سيدي وهي معادلة sequence، ودي معادلة قوية جدًا ولطيفة جدًا، وهي معادلة بتعمل serialization. يعني إيه serialization؟ يعني مثلًا آجي أعمل هنا 1، 2، فأنا كده باسريال الكلام دوّة، وأروح مثلًا ساحب السيريال بتاعي كده. لو عايزه يبقى فردي هادوس 1، 3 وأسحبهم، هيبقى عندي سيريال كده، أو حتى أستخدم الsequence اللي موجودة عندنا هنا في الmenu، يعني أي حاجة. طب بس لو أنا مثلًا دخّل لي قيمة جديدة هنا كده، فما بيحصليش سيريال، فأنا عايز أعمل automatic serialization، يعني يحصل سيريال automatic. فهاعمل إيه؟ هاجيب معادلة لطيفة جدًا اسمها sequence. معادلة sequence هادّيها عدد سطور. أنا عندي هنا مثلًا كام سطر؟ 10، وهاقول له ما فيش أعمدة نطلع عليها، هاقول له هتبدأ ب1 وتتحرك الstep بتاعتك 1، فكده هيبقى يعِد 1، يعني يبدأ من 1 ويعِد 1. فساعتها راح جاب لك إيه لمدة 10 سطور. طبعًا برضه لو جينا كتبنا هنا حاجة مش هيحصل حاجة. طب إزاي أخلّيها dynamic بقى؟ عشان أخلّيها dynamic يا سيدي هاعمل إيه؟ هاجي هنا وبدل ما أنا مدّي له رقم السطور كده، فهاقول له معادلة count، وأخلّي معادلة count تعِد إيه العمود ده كله. هتقول لي بس أنت حاطط فيه هنا الheader، هاقول لك ما هو معادلة count بتعِد الأرقام بس يا أستاذ. واروح قافل count كده، وبعد كده معادلة count هي اللي بتجيب لي عدد السطور. فكده عدد السطور هيتغيّر كل مرّة البيانات دي هتتغيّر، واقول له هتتحرك وتبدأ من 1 وتتحرك step 1، أو ممكن أقول له تتحرك step 2 لو أنا عايز الأرقام تبقى التسلسل يبقى فردي، وادوس enter، فراح كده جاب لك هنا البيانات. هنا بقى لمّا نيجي نكتب حاجة هنا تحت، كل ما تكتب يروح عامل لك serialization automatic زي السلام عليكم. المعادلة اللي بعدها وهي معادلة قوية جدًا وحلوة جدًا، وهي اسمها معادلة فلتر. معادلة فلتر دي يا سيدي بنعمل بيها إيه أو بنستخدمها إزاي؟ معادلة فلتر دي يا سيدي فلنفترض أنا عندي هنا مبيعات البيانات دي كده عبارة عن مجموعة بيانات كتيرة من المبيعات للدول، وأنا عايز أعمل لِستة بمبيعات دولة منهم بس، أستخرج من هنا مبيعات دولة واحدة منهم. مثلًا دولة مثلًا نقول الدولة اللي هي بتساوي ألمانيا. أنا عايز أجيب مبيعات دولة ألمانيا، فهاجي أعمل إيه؟ أروح عامل معادلة لطيفة جدًا اسمها فلتر. معادلة فلتر دي بتفلتر مجموعة بيانات، فهادّيها مصفوفة اللي هي الarray بتاعتي، هتبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن هذه البيانات. أديني إيه اديت لها control shift سهم لتحت، control shift سهم يمين ولتحت عشان إيه أعلّم البيانات كلها. وبعد كده هتقول لي include، هاقول لها include إيه؟ هاقول لها include إن لِستة الدول دي كلها، تمام؟ هتكون بتساوي دولة معينة. ممكن أكتب كده ما بين double quotation ألمانيا، أو ممكن على طول إن أنا إيه، أروح مريفرنس ألمانيا اللي فوق هنا كده، وأروح قافل المعادلة بتاعتي ودايس enter، هيجيب لك لِستة بكل مبيعات ألمانيا بس. لو جينا غيرنا ألمانيا دي وخليناها مثلًا فرنسا، هيجيب لك فرنسا. ممكن بقى تعمل الكلام ده بقى drop down list، وتعمل الكلام ده زي ما أنت عايز بمنتهى البساطة، وأديك بتفلتر البيانات بمنتهى السهولة. المعادلة اللي بعدها يا سيدي معادلة لطيفة جدًا اسمها regex extract، والمعادلة دي معادلة قوية جدًا وحلوة أوي. دلوقتي يا سيدي مثلًا تعالَ نشيل حتى هنا منها المسافات، وتعالَ نعمل بيانات كده. أنا عندي بيانات عبارة عن نصوص وأرقام، وأنا عايز أطلّع النصوص لوحدها والأرقام لوحدها. يعني أنا هنا كده أدي دي كده دي الdata، وأنا عايز أطلّع هنا الtext ده النص، واطلّع هنا الnumbers لوحدها. هاجيب معادلة اسمها regex extract. معادلة regex extract دي معادلة قوية جدًا. هتعمل إيه بقى؟ هادّيها النص، وبعد كده هادّيها النمط اللي هي هتطلّعه. فعشان أكتب لها نمط النصوص هافتح double quotation، وبعد كده أفتح square bracket اللي هي هتلاقيها فوق الenter على طول، وبعد كده هاقول له A إلى Z. وطبعًا الZ تكون small، يعني لازم تكون Z، ما تعملش Z capital كده، لأ Z small. كده تقفل الsquare bracket وتقول له plus، وتعمل square bracket تاني وتقول له A لZ برضه، وتقفل الكلام ده وتقول له plus تاني، وبعد كده تعمل double quotation وتروح قافل القوس ودايس enter، هيجيب لك محمد أهو. نيجي بقى ناخد الأرقام، هنعمل برضه معادلة regex extract، هادّيها النص برضه. هنا بقى النمط هيختلف شوية، هافتح double quotation، أفتح الsquare bracket بتاعي وأقول له من 0 إلى 9، زائد أفتح square bracket تاني أقول له من 0 إلى 9 تاني، زائد وأروح قافل قافل القوس، بعد كده زائد، بعد كده أقفل الdouble quotation، كده قافل هنا وادوس enter وجاب لك الأرقام. هتقول لي طب لا يعني واروح واخد الكلام ده كده يا سيدي، واخد الكلام ده كده واروح ساحبه لتحت. طب هتقول لي مثلًا لو كان ما بين الأرقام نُص شرطة مثلًا كده، هتلاقيه راح أخد لك من أول هنا عشان في شرطة، خد بالك من الكلام ده هنا إيه في شرطة. طب لو الشرطة دي كانت من هنا برّه هنا كده، هيجيب لك الأرقام بس. فخد بالك إن ما ينفعش يبقى في فاصل في الأرقام هنا في الحالة دي، يا إما هنضطر إن إحنا نغيّر النمط، هنضطر إن إحنا نغيّر إيه النمط. فهنا ما يفرقش بقى هنا في مسافات قد إيه، هيجيب لك نفس الكلام، أو في حاجات في النُص ما بين الكلام دوّة مثلًا زي غير الأرقام كده ما تفرقش. طب لو في مسافة ما بين الأرقم وبعضه زي هنا، هتلاقيه بيجيب لك ما بيحسبش المسافة دي. فطبعًا أنت الفكرة في الregex هنا إن أنا النمط اللي أنا بادّيه لها أنا باعمل لها نمط على ده، فكل حاجة طبعًا ليها نمط، مش هنعرف نخش جوّه جميع هذه الأنماط بالضبط،
بس أنا فهمتك يعني إيه مبدئيًا حاجة واحدة، وأنت ممكن بقى تدوّر على أنماط مختلفة لو قابلتك cases مختلفة من البيانات، إن أنت تطلّع منها البيانات عاملة إزاي بهذه الكيفية. آخر معادلة معانا يا سيدي النهارده وهي معادلة group by. معادلة group by دي معادلة قوية جدًا وممكن تغنيك عن حاجات كتير أوي. لو أنا دلوقتي النهارده عندي هذه المنتجات ودي مبيعات المنتجات، وعايز أجيب كل منتج ومبيعاته، يعني عايز أجيب sales by product، عايز أعمل لكل منتج مبيعات. ممكن أعمل الكلام ده في خطوة واحدة من غير ما أعمل أي حاجة باستخدام معادلة group by. معادلة group by هاستخدمها، هتقول لي إيه الraw fields، إيه اللي على إيه السطور بتاعتك، هاروح جايب لها المنتجات أهي، ده المنتجات اللي أنا عايز أجمع بناءً عليها، تمام. وبعد كده تاني حاجة القيم، آدي القيم يا سيدي أهي، آدي القيم، تمام. حلو أوي الكلام ده، اديناها الraw fields والقيم. تالت حاجة هادّيها المعادلة، فأنا عندي هنا معادلات مختلفة، يا إما sum، count، maximum، minimum، product، عندي معادلات كتير، فادّيها معادلة sum واروح قافل الكلام ده، هيروح جايب لك كده كل منتج ومبيعاته أهي، ومدّيك كمان يا سيدي الإجمالي بتاعهم هنا تحت زي السلام عليكم. أتمنى الفيديو إن شاء الله النهارده يكون عجبك، ما تنساش طبعًا تعمل لنا لايك وسبسكرايب، ولو عايز تشترك في أي كورسات على يوتيوب هنا هتلاقي في كورسات هنا معمولة بsubscriptions، منهم إن أنت بتتعلم وفي نفس الوقت بتعمل دعم كبير جدًا للقناة، أو لو عايز تدعم القناة هتلاقي تحت دعم كتير جدًا، وطبعًا ما تنساش لايك وسبسكرايب والfollow لأن دوّة بيساعدنا بشكل كبير، واشوفك دايمًا على خير فيديو جديد إن شاء الله. ولو عايز تعرف أي حاجة جديدة أو أي معلومات تانية أو أي معادلات في دماغك أو أي حاجة في دماغك عايز نتكلم عنها، ابعت لنا تحت في الكومنتات وإن شاء الله هنعمل عنها فيديوهات قريب جدًا، ومع ألف سلامة.